اظن مفيش احلى من الجمال ده. متخيلين لما نعمل البسكوت دوت ونحط لولادنا في اللانش بوكس في المدرسه؟ يعني بنخليهم كمان ياخدوا الحلو والحادق، يعني ما يحتاجوش يشتروا حاجه من بره. هنعمل مع بعض بنص كيلو دقيق بس بسكوت البيمبو. هنعمل كميه كبيره جدا بطريقه سهله وبطريقه بسيطه، وعايزه اقول لكم طعمه اطعم الف مره من البسكوت اللي احنا عارفينه. تعالوا بينا نشوف عملناه ازاي. قبل ما ابدا الفيديو انا هلا ابو بكر، لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ويلا بينا نقول بسم الله ونبدا على طول. هستخدم في الوصفه دي زبده، والزبده عندي هتكون لينه. هيكون مقدارها بالظبط 200 جرام زبده لينه. نقدر نستخدمها او نستبدلها بالسمنه. تمام. يعني كوبايه كبيره من الزبده. هقول لكم المقادير بالجرام وبالكوبايه. كمان عندي 150 جرام من سكر البودر، يعني كوبايه الا ربع من سكر البودر. خلاص. هبتدي بقى اخد السكر والزبده كويس قوي، اضربهم كويس قوي مع بعض لحد ما يندمجوا كويس. ومش بس يندمجوا، لا، انا عايزه كمان لون الزبده يبقى فاتح مبيض شويه كده، ويبدا يهيش معايا. في الوقت ده اعرف ان الضرب بتاع الزبده خلاص كده تمام، مش محتاجه ان انا اضرب اكتر من كده. انا بفضل اضرب لحد ما اوصل للشكل اللي هوريه لكم دلوقتي والقوام ده. اخدتوا بالكم طبعا اللون بدا يفتح معايا ويتغير، والقوام بقى كريمي شويه. خلاص ده المطلوب طبعا، بس كده خلاص. هبتدي بقى بعد كده اشوف كده الخليط، بصوا القوام بتاعه هو ده المطلوب. هضيف بعد كده بقى بضايه واحده، وطبعا يفضل ان هي تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني خارجه من التلاجة بشويه. وهضيف عليها طبعا فانيليا. هبتدي بقى ادمج كويس قوي البيض مع الخليط الزبده والسكر البودر لحد ما القوام هيتضاعف اكتر وهيبقى هايش اكتر، يعني كريمي اكتر. واللون طبعا هيبتدي يفتح كمان. خلاص كده خلصت ضرب، يعني اخد ضرب حوالي 3 4 دقايق وكان تمام. هبتدي بقى بعد كده اجيب معلقتين كبار من الميه المغليه، وهضيف على المعلقتين دول نص كوبايه من قهوه سريعه الذوبان بديل النسكافيه. وكمان هضيف معلقه كبيره من الكاكاو، ونص معلقه من البن التركي بتاعنا العادي خالص. تمام. هبتدي اقلب كويس بقى كل ده. يبقى احنا ضفنا قهوه بني يعني تركي، ونسكافيه، وكاكاو. هقلبهم كويس قوي مع الميه، وبعد كده هاخدهم واضيفهم عندي على الخليط. عايزه اقول لكم ان الخلطه دي طعمها مع بعض كده، يعني الثلاث حاجات اللي ضفناهم دول طعمهم حلو جدا، هيخلوا البسكوت بتاعنا في حته تانية خالص. هبتدي بقى اضرب المكونات اللي انا حطيتها دي مع الخليط اللي انا ضرباه قبل كده بالفعل. ادمجهم بس مش اكتر، لحد ما انتم شايفين كده الخليط كله اخد اللون البني الغامق. خلاص كده تمام. هكون مجهزه عندي 450 جرام من الدقيق، يعني نص كيلو بشيل منه معلقه. تمام. وعليه معلقه كبيره من النشا، وكمان عليه شويه صغيرين، يعني حوالي رشه كده بسيطه من الملح. كده كل المقادير عندي جاهزة. هبتدي اقلب بقى الدقيق مع الخليط اللي احنا حضرناه. طبعا انتوا زي ما عارفين معايا على طول في اي بسكوتات بعملها، ما بقلبش ما بعجنش ابدا الدقيق مع الخليط، لا. البسكوت لو اتعجن كتير هيعضم. كل اللي انا بعمله في اي بسكوت عموما ان ببدأ الم بس الخليط والدقيق يتداخل مع الخليط عندي، كده بيبقى تمام. يعني انا بحاول الم كده بايدي لحد ما الدقيق يختفي تماما، وكده انا مش عايزه اكتر من كده. البسكوت يا جماعه ما بيتعجنش، البسكوت لو اتعجن هيعضم. بقت عندي العجينه بالشكل ده بعد ما دمجت الدقيق كله مع الخليط اللي قبل كده. تعالوا بقى نشوف هنفردها ونشكلها ازاي. التشكيل عندي هنا هيبقى بمنتهى البساطة والسهولة. كيس بلاستيك أو مفرش سيليكون هبتدي أحط عليه العجينة، وأنا هنا واخدة نص كمية العجينة علشان أسهل على نفسي في الفرد. هحط عليها كمان كيس من بلاستيك كمان من فوق، وهبتدي أفرد بقى العجينة. هنا هفردها بسمك وسط. وطبعا اهم حاجه ان احنا بنفرد العجينه نخليها كلها سمك واحد، ما تبقاش في حته تخينه وحته رفيعه، لان ده هيفرق معايا جدا في التسويه. خلاص. في الوقت ده انا عايزه اقول لكم ان انا فاتحه الفرن على درجه حراره 180، لان عايزه الفرن عندي يكون سخن. بفتحه دايما وقت التشكيل. زي ما انتم شايفين كده سويتها كلها، وكلها بقت سمك واحد. هبتدي بقى باي قطاعه، بغطا حاجه، بكوبايه، اعمل كده وحدات من البسكوت،
وانا شايفه ان القطاعه اللي انا مستخدماها دي حجمها حلو جدا للبسكوته، يعني تقدروا تكبروا او تصغروا عن كده، بس انا شايفه ان الحجم ده ممتاز. هكون مجهزه بقى عندي الصاج بتاعي، وابتدي اخد وحدات البسكوت اللي انا قطعتها وهرصها عندي في الصاج. اخدتوا بالكم طبعا ان احنا ما حطيناش بيكنج باودر خالص في البسكوت. آم، ما تخافوش، هيطلع مقرمش وجميل جدا ومش مكتوم، هيطلع حاجه تحفه يعني بجد. مش محتاجين بيكنج باودر خالص. هبتدي اخد الكميه كلها. عايزه اقول لكم ان كميه البسكوت دي، العجينه دي ما شاء الله عملت لي كيلو من البسكوت، يعني في الاخر بعد الحشو وكده عملت لي كيلو وعدى كمان. فكميه حلوه جدا جدا جدا. لو عملناها وشلناها كده في التلاجة بعلبه مغلقه، يعني محكومه كويس مقفوله كويس، هتقعد معايا حوالي اسبوع او 10 ايام زي الفل. يلا بقى ناخد الشوكة كده او خلة السنان ونبتدي نخرم البسكوت عندنا، علشان مش عايزاه يعلى في الفرن. هدخل البسكوت في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، ربع ساعة هيكون البسكوت عندي مستوي بالجمال ده. كده البسكوت بعد ما طلع اهو برد شوية، زي ما انتم شايفين اخد اللون البني الفاتح شوية، وده المطلوب. البسكوتة عندي طبعا ما بسيبهاش تنشف خالص في الفرن عشان ما تحجرش، لا بتكون يا دوبك كده مسكت نفسها، بطلعها وبتنشف بعد كده بره، وده معناه ان هي استوت. بصوا شايفين قاع البسكوتة يعني ظهره مفرغ ازاي، وده طبعا احلى حاجة. تعالوا بقى نشوف هنحشي بايه. زي ما انتم شايفين كده اخدت شوية من البسكوت قلبتهم على وشهم، وبدأت اجيب مربى حليب. عندك كراميل ممكن تحشي، عندك مربى حليب تمام، عندك شوكولاتة وتسيحيها كده بمعلقتين زيت هتبقى برضو روعة. زي ما انتوا حابين احشوا، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة دارك، اللي انتوا حابينه احشوا بيه، واللي عندكم احشوا بيه. خلاص ممكن جدا تحشوه بالشوكولاته وتغطسوه برضو في الشوكولاته. خلصت الكميه كلها عندي بقى كده شويه من الشوكولاته، ما حاطه فيه كده معلقتين من الزيت ومسيحاهم في الميكروويف، تقدروا تسيحوهم على بخار حمام يعني مائي. آه، تمام. خلاص هبتدي اغطس البسكوت بتاعي بقى كده كويس وهطلعه بره. هبتدي اخد الكميه كلها آه بنفس الطريقه وبنفس الشكل. طبعا المطلوب مننا ان احنا دلوقتي في الصيف، فالشوكولاته عايزه تنشف شويه، يعني هنسيبها شويه كده بعد ما نخلص المقدار بتاع البسكوت كله في التلاجة او تحت مروحة، يعني هتكون جمدت ومسكت نفسها ومش هيحتاج ايه حاجة تانية. هخلص الكمية كلها من البسكوت بنفس الشكل. هبتدي بقى اخد كده شوية من الشوكولاتة وابتدي امشي على وش البسكوت، واحنا طبعا عارفين ان البسكوت ده بيبقى شكله بنفس الشكل ده، فانا حابة اطلعه معاكم بنفس الشكل واحلى كمان. خطوط بسيطة كده من الشوكولاتة بس، يعني معلقة شوكولاتة او معلقتين، وابتدي انزل كده على البسكوتة من فوق بنفس الشكل. هعمل كمية البسكوت كلها. خلاص مش هكتفي بكده كمان، لا انا كمان هحط كده طبقة من الشوكولاتة البيضة بنفس الشكل كده، او يعني عكس الخطوط الاولانية. تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي، بس انا حابة ان يكون شكلي جاهز واحلى كمان، بحيث ان انا لما احطه لبنتي في اللانش بوكس تحس ان هي مشتريه حاجة من بره، يعني ما فاتهاش حاجة يعني. تمام، يعني اكنها شارية احلى بسكوت من بره وما فيش اي مشاكل. بس اهم حاجة ان انا اللي عاملاه بايدي ومتأكدة منه طبعا من غير مواد حافظة ولا اي حاجة. ده كان شكل البسكوت بقى بعد ما خلص. زي ما قلت لكم كده تقدروا تحفظوه في علبة في التلاجة مقفولة كويس. البسكوت طعمه وهمي يا جماعة، جميل جدا جدا، مش بس شكل. مش قادرة اقول لكم جمال البسكوت وطعمه عامل ازاي. عايزه اوريكم كمان شكله لما فتحته من جوه، ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا جدا جدا. ومحشي زي ما انتم شايفين كده من جوه بمربى الحليب، تقدروا تحشوه بالكراميل زي ما اتفقنا او شوكولاته اي نوع انتوا عايزينه، وممكن كمان نوتيلا. بس كده طعمه كان حلو جميل جدا سهل وبسيط، لازم تجربوه وتقولي لي رايكم ايه. وبما انكم وصلتوا معايا لاخر الفيديو فيبقى اكيد الفيديو عجبكم واستفدتم منه. يا ريت بقى لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واقول لكم سلام.